النهارده يا جماعه قلت اجرب معاكم حاجه الناس كلها كانت بتتكلم عليها الفتره اللي فاتت. المكرونه دي يا جماعه زي ما قلنا انها سريعه التحضير، المفروض ان هي بتاخد 5 دقايق بس وتتعمل. احنا معانا تايمر هنا وهنتايم 5 دقايق ونشوف هي هتتعمل فعلا في خلال ال5 دقايق دي ولا لا. انا متحمسه جدا. احنا جبنا نوعين، جبنا الوايت صوص وجبنا الريد صوص، وقلنا نجربهم ونشوف لو طعمهم زيه زي الباستا الحقيقيه ولا لا. المفروض انه برضو الكالوريز بتاعتها مش كبيره قوي، يعني دي اعتقد 370 كالوري ودي 400، مش دسمه او مش تقيله، ودي شركه برضو مصريه فاحنا بنحب دايما ندي دعم وسبورت للمصريين. ممكن بقى نشوف طريقه التحضير بتاعتها، نقرا الانستراكشنز ونعملها بقى على طول ونشوف مع بعض هل هي كويسه ولا لا. اول حاجه هنعملها احنا نفتح الغطا فوق لحد النص، هم عاملين لاين هنا كده بنفتحه لحد هنا، يعني ما نفتحش على الاخر مش زي الاندومي يعني. ماشي، بنلاقي جواها الصوص. الله، طب والله تعبين نفسهم. ده الصوص كله ماشي، والباستا جوه اهي، وفي صوص تاني، لا في معلقه بقى عشان تتاكل. ماشي، دي اول حاجه عملناها. وده يا جماعه شكل الباستا، هي عادي باستا عاديه جدا. اللي بعدها كنت هقول ضحكوا عليا وما حطوش معلقه هنا في دي، بس المعلقه محطوطه عادي، بس هي كانت مستخبيه شويه. والصوصين اعتقد الصوص الابيض اكتر شويه من الصوص الاحمر، بس عادي مفيش اي مشكله. يا رب بس تطلع حلوه. انا حاسه ان هي ممكن تطلع حلوه لان هو مكتوب انها ما فيهاش اي مواد حافظه وما فيهاش اي الوان صناعيه. كل بس اللي حاصل فيها ان هم عملوا لها عمليه تجفيف، يعني دراينج. اللي بعده يا جماعه، تضيف الماء المغلي 275 مللي، اعتقد 275 مللي دي يعني كوبايه، حتى العلامه داخل العبوه، وقلب المحتويات جيدا. اوكي، في علامه داخل العبوه انا مش شايفاها. وبعد كده بتقفل غطاء العلبه باحكام لمده 5 دقايق. نقفل بقى العلبه ونقعد انا وانتوا بقى نحكي قصص بقى. ريحتها حلوه والله، عامله زي شيبسي بالطماطم. يلا بسم الله. طيب يا جماعه، احنا عملنا بالظبط زي ما اتطلب مننا. ريحتها يا جماعه خطيره، تقريبا فيها روزماري او فيها حاجه كده، يعني فيها اعشاب، يعني هم مكلفين بصراحه، هم مش تعبين نفسهم. ماشي خلاص، احنا قلبنا نعمل زي الاندومي ونحطها على جنب. ايه اللي بعده؟ ولا احلى قرقسوس. يلا نقلب زي ما هم قالوا. مبدئيا يا جماعه بكل صراحه التانيه ريحتها احلى، دي حاسه في ريحه كده عشان هي وايت صوص، فحاسه في ريحه جبنه كده، مش حاجه غريبه. انا متاكده انها هتقعد اكتر من 5 دقايق. مكرونه، فمكرونه محتاجه تغلي. اجمل نساء الدنيا وعيوني انت. طيب يا جماعه، دلوقتي ال5 دقايق عدوا وهنشوف. انا حاسه انها تقلت، which means ان هي دلوقتي بتتخمر. هنجرب الباستا الريد صوص الاول. ماشي، خلينا حاطين البيضه دي في وقت تاني، وعشان التجربه تبقى حقيقيه احنا عملنا مكرونه عادي جدا ريد صوص في البيت اللي هي ماما بتعملها عادي جدا. هنشوف الفرق، هل المكرونه الحقيقيه الطبيعيه اللي اتخدمت وخدت وقت ولا المكرونه السريعه التحضير. بسم الله. دي بجد يا جماعه مكرونه، لا وسخنه وحوار ومكلفين. مش عايزه اتلسع بس عايزه اجربها. طب والله العظيم تحفه، دي خطيره، بس انا لسعت لساني بجد تحفه. يعني انا ممكن عادي ابقى ما عنديش اكل في الشغل، بجري بسرعه ورايا حاجه هاكلها يعني. مثلا دي عاديه يا جماعه، ما فيهاش اي حاجه، اللي بتتعمل في البيت. اتنين تحفه. كنت متوقعه ان اقول يا جماعه عمر ما في مكرونه هتبقى زي المكرونه دي. لا حلوه جدا. يلا بقى نجرب المكرونه البيضاء، وعشان برضو احنا ناس محترمين فجايبين برضو مكرونه وايت صوص عادي معموله في البيت تحفه. ودي كمان قعدت حبه اكتر عشان كنت بدوق التانية. شكلها يا جماعه حلو جدا، وريحتها بقى لما اتحط عليها ميه مختلفه خالص.
يعني انا فخوره ببلدنا خالص، ده بلدنا في القلوب متشال. يلا بينا. يمكن عشان انا ما بحبش اصلا المكرونه الوايت صوص، بس دي بالنسبه لي مكرونه باللبن. انا عامه من ريحتها كنت عارفه انها مش هتعجبني، عاملينها بوايت شادر او حاجه، انا مش عارفه دي معموله بايه. يعني لو هجيب التانية اللي هي الريد صوص مش دي. دي يعني انا حاسه ان انا بشرب بليله، يعني بليله وحاطين عليها ملح. امي غلطت وحط عليها ملح. بس هو عامه ممكن ده يكون طعم الناس بتحبه. وايت صوص ما فيهوش اي حاجه، ولا حتى مثلا في فلفل، ولا حتى في اي نوع من انواع البهارات، مفيش يعني. وطبعا كده كده يعني انا الوايت صوص الطبيعيه دي اللي ما فيهاش اي حاجه انا بحبها عادي، او يعني باكلها. بس يعني الاثنين بالنسبه لي، اصلا المكرونه الوايت صوص دي تحس انها مشروع مكرونه بشاميل وفشل. يعني فين اللحمه المفرومه، فين الجبنه رومي، فين اي حاجه؟ يعني ليه ممكن اكل مكرونه بنشا؟ طيب يا جماعه، دي كانت حلقه مكرونات سريعه التحضير. طبعا من المتوقع ان انا احب الريد صوص اكتر من الوايت صوص، دي مش معناها ان الوايت صوص مش حلو، هو بس دي مش البريفرنس بتاعتي. قولوا لي لو انتوا جربتوا اي نوع من انواع مكرونه سريعه التحضير غير الاندومي، وقولوا لي نفسكم اجرب ايه تاني سريع التحضير او عامه يعني. يلا اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.